مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه لعمل الرز المعمر بالفراخ. اكله جميله وتحفه ومصريه اصيله والناس كلها بتحبها. يلا بينا نتفرج عليها ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسه على النار وهحط فيها معلقه سمنه وهسيب السمنه تسخن قوي. اول ما السمنه تسخن عندي هنزل بفراخ فيليه مقطعه تقليتين كده، هنزل معاها بصلايه صغيره مقطعه او مفرومه يعني، هقلب برضو. شويه ملح صغيره مش كتير، هحط نص معلقه صغيره فلفل اسود ونص معلقه صغيره سبع بهارات وهقلب. الريحه بدات تطلع، الفراخ طبعا انا مقطعاها صغير علشان ما تاخدش مني وقت في السوا، متقطعه مكعبات صغيره كده هتستوي بسرعه، مش هتحتاج اي مجهود. انا كده الفراخ عندي جهزت واستوت خلاص، هطفي عليها ونروح بقى نعمل الطاجن بتاع الرز بتاعنا. هجيب الطاجن بتاعي وهحط فيه حتة سمنة كبيرة، معلقة كده، وهبتدي ادهنه كويس جدا. خلاص كده دهناه كويس قوي. هحط الرز بتاعي المغسول طبعا كل الكمية، هحط عليه ملح حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة سبع بهارات، وابتدي اقلبه كويس في بعضه، لازم يختلط. هجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي احنا كنا شوحناها في الاول وهنزلها بالبصل كده وبالتوابل بتاعتها الحلوة على الرز، وهقلب تاني علشان برضو اخلطهم بالرز كله يخشوا كده جواه بيبقى طعمه حلو. خلاص انا حاولت ادفن الفراخ جوه الرز كده عشان ما تبقاش طالعه بره. هجيب شوربه وهشربه شويه، يعني هحط نص الكميه بتاعه الطاجن شوربه. تمام، وبعدين هكمل الطاجن باللبن. بعد كده هجيب معلقتين من الكريمة بتاعة الطبخ وهحطها على وش الطاجن عندي كده، وهسيبه حوالي ساعتين. ليه انا بسيبه ساعتين قبل ما ادخله الفرن؟ علشان الرزاية تطرى وتشرب من كل التتبيلة اللي احنا حطيناها دي. على درجة الحرارة زي ما قلنا 180 في الرف التحتاني، وهسيبه لغاية لما يستوي وبعد كده نشوف هيبقى شكله ازاي. ودلوقتي الرز بتاعنا طلع من الفرن، شكله تحفة وطعمه تحفة
والوش بتاعه بسم الله ما شاء الله على المنظر في منتهى الجمال. احنا عملناه مع بعض بطريقة سهلة جدا. الموضوع يا جماعة مش محتاج اي حاجة خالص، هو سهل وبسيط. بصوا بقى، بصوا شكل الرز طري وفي منتهى الجمال. بصوا الحلاوة، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. واوعوا تنسوا الكومنتات عشان احس ان في تواصل بيني وبينكم. ودي كانت طريقة عمل طاجن الرز المعمر بالفراخ في الفرن بأسهل طريقة مع ميم.